بيان باسم اتحاد الفنانين واتحاد المثقفين في مقاطعة الفرات في غمرة الأحداث التي يعيشها التراب السوري عموما ومناطق الإدارة الذاتية لإقليم شمال وشرق سوريا خاصة من حرب ميدانية، فإننا نعبر عن دعمنا ومساندتنا لقوات سوريا الديمقراطية الذين هم أخوتنا وأولادنا وأخواتنا، هم الذين ولدوا وخرجوا من رحم هذا التراب ليمثلونا، ومنهم من خلد اسمه على صفحات التاريخ شهيدا. إننا في اتحاد الفنانين واتحاد المثقفين علقنا أنشطتنا الفنية والثقافية بما في ذلك جميع مظاهر الفرح منذ أكثر من شهر بسبب ما تشهده الساحة وأحداث ومستجدات، وبهذا الصدد ندعو إلى تكثيف العمل الدبلوماسي والسياسي لوضع حد للغة الحرب والسلاح والوصول إلى حلول سلمية ترضي جميع الأطراف. إن هذه المرحلة تتطلب وحدة الكلمة والصف وترتيب البيت الداخلي، ومن أجل عدم تفويت هذه الفرصة نرى أن وحدة الصف الكردي وإنجاح الحوار هو الضمان للوصول إلى بر الأمان والخروج من هذا المنعطف بسلام، ونلفت الانتباه إلى أن العالم ينظر إلينا كشعب كردي بعيدا عن تكتلاتنا وأحزابنا السياسية، لذلك لا حل ولا مخرج لنا إلا بالاتحاد. كما نناشد المنظمات الحقوقية والأممية للعب دورها في وقف العدوان على مناطقنا وإرساء الأمن والسلام بدلا من لغة التهديد التي تطال شعبنا وأرضنا، وندين ونستنكر الهجمات والانتهاكات اللا أخلاقية التي تقوم بها تركيا والفصائل التابعة لها. وكما أننا نبارك هذا اليوم من عيد رأس السنة على جميع الشعوب والمكونات السورية، ونأمل من أهلنا في روجافا أن يكون هذا اليوم مختلفا عن الأعوام السابقة في طريقة استقبال السنة الجديدة، وألا نعكر صفوة المناسبة بإطلاق العيارات النارية. وختاما، المجد والخلود لشهدائنا والسلام لأرواحهم الطاهرة والشفاء للجرحى والحرية للمعتقلين والأسرة. كوباني 31/12/2024. بيجي برخدانا قصده، بيجي برخدانا قصده.